السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع مختلف تماما، بس يهم كل اللي بيربوا طيور. بما اننا هنربي فراخ بيضة الفترة اللي جاية، فهنتكلم عن تكاليف تربية 10 كتاكيت بيضة من اول يوم لاخر يوم. وبما ان في ناس تانية عايزة تربي ساسو مش عايزة تربي ابيض، لان الساسو مناعته عالية شوية هيتحمل عن الابيض، ففي ناس كتير قالت لي اعملي عن تكاليف 10 كتاكيت ساسو. بس احنا خلاص عندنا الساسو، فاحنا برضو هنحسبها كده من غير ما نجيب الساسو. وعلى فكرة الكتاكيت البيضة اللي قدامكم دي دورة قديمة، انا لسه ما اشتريتش بس حجزت خلاص. حجزت وان شاء الله هستلم الفترة الجاية. على سعر كام الله اعلم، بس المفروض ان السعر دلوقتي قل. فهنحسب تكاليف 10 كتاكيت ابيض، وتكاليف 10 كتاكيت ساسو، وكمان تكاليف 10 بطات، عشان الناس اللي عايزة تربي بط واللي عايز يربي ساسو او ابيض يبقى عارف هيتكلف كام من قبل ما يبدأ يربي، عشان يعرف برضو يظبط ميزانيته. نصلي على النبي بقى في الاول، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وندخل على الحسبة. هنبدأ في الاول بالكتاكيت البيضة، لان ان شاء الله الفترة اللي جاية دي هنجيب 15 فرخة ابيض. طيب السعر في الايام دي، يعني من يومين كان 39، ناس قالت لا 40 لا 45، فاحنا هنقول دلوقتي السعر ب 40. انا حجزت لكن لسه انا حاجزه، هو بيقول السعر 39 بس هستلمه على كام الله اعلم، فهنحجز على 40، هنحسب على 40. لو قلنا سعر الكتكوت الابيض 40 جنيه في العشر كتاكيت، احنا هنحسب 10 كتاكيت من كل نوع. 10 في 40 ب 400 جنيه، ده حق الكتاكيت بس عمر يوم. تمام. طيب بياكلوا قد ايه علف؟ كل كتكوت له 3 كيلو ونص علف. طيب يبقى كده العشرة عايزين 35 كيلو علف. سعر الكيلو بكام؟ ب 23 جنيه. يبقى 35 كيلو علف اللي هما العشر كتاكيت هياكلوهم طول الدورة بادي ونامي في 23 جنيه سعر الكيلو، يبقى العلف كده ب 805. كمان هنحسب 10 جنيه لكل كتكوت، اللي هي 10 جنيه بتاعت الكهرباء، 10 جنيه للفرشة، 10 جنيه للأدوية أو الأعشاب. يبقى كده 30 جنيه لكل كتكوت، اللي هي بقى الحاجات اللي جنب الأكل والشرب، فرشة تهوية فرشة وكهرباء وعلاج. تمام. طيب 30 في 10 كتاكيت يبقى كمان 300 جنيه. ادي 300 جنيه، يبقى معانا تمن الكتاكيت وتمن العلف وتمن الحاجات اللي الكتكوت هيحتاجها، تدفئة وفرشة وعلاج. يبقى كده كله على بعضه كام؟ 400 و805 و300، يبقى 1505. هنقول 1500، هنقول كده تكلفتهم 1500 مثلا. ده العشر كتاكيت من عمر يوم لحد آخر يوم. طبعا الكتكوت في الأول بياكل 700 جرام علف بادي، بعد كده بتكملي بعلف نامي للآخر. وانا ما بفضلش اغير لعلف ناهي لانه سمومه عاليه، فبحب اشتغل بادي نامي، مفيش اكتر من كده. فانتي هتجيبي مثلا للعشر كتاكيت ال700 في 10 يعني ب7 كيلو، هنقول مثلا خليهم 10 كيلو علف بادي، وبقيه ال35 كده يبقى لك 25 صح. يبقى هتجيبي 10 كيلو علف بادي تاكلي بيهم الكتاكيت، هيوصلوا لك الكتكوت لحد اكتر من نص كيلو. وبعدين بقى تغيري بعلف نامي، كده هيبقى على عمر 20 يوم مثلا. تغيري بعلف نامي تكوني جايبه شكاره 25، يعني كل اللي هتحتاجيه شكاره بادي 10 كيلو وشكاره نامي 25 كيلو. ده اللي انت هتحتاجيه للفراخ من اول يوم لاخر يوم. العلف النهي ده بقى سيبك منه خالص، عشان ما تشغليش بالك لا بسموم ولا بمشاكل علف ولا باي حاجه من دي. تمام. كده خلاص عرفنا تكلفه العشر كتاكيت ابيض 1500. لو اشتريتيهم من بره طبعا السعر هيختلف. وسواء بقى وفرتي، معلش بصوا احنا هنقول الكلمتين دول للابيض والساس والبط واي نوع هتربيه في بيتك، سواء اشتريتيه من بره ربيتيه، سواء وفرلك خسرتي جاب نفس التكلفة، مفيش فرق. مفيش احسن من تربية ايدك، حاجة مضمونة مطمنة ان مفيش مدة علاج انت مستنياها، مطمنة ان الفراخ تمام مش متهرمنة، مفيش محفزات نمو فيها ضرر على صحة ولادك. ففي الحالتين انت الكسبان. ما تبصيش بقى لا ده هي نفس التكلفة وانا عملت مجهود وتعب على الفاضي، لا مش على الفاضي. تمام. خليها قاعدة عندك كده، مفيش احسن من تربية ايدك. خلصنا من الفراخ البيضة، تعالوا نحسب 10 كتاكيت ساسو من أول يوم لآخر يوم. طيب لو قلنا الكتكوت الساسو دلوقتي بكام؟ الكتكوت الساسو ب20 جنيه، ف10 ب200 جنيه كتاكيت بس. تمام. طيب الكتكوت الساسو بقى في فرق ما بينه وما بين الكتكوت الأبيض بياكل 3.5 طول الدورة، الساسو بياكل 4.5 طول الدورة. فكده عندك الكتاكيت الساسو هتحتاج 45 كيلو علف طول الدورة، مش 35، 45 كيلو علف.
هنقول سعر كيلو العلف 23 جنيه في 45 جنيه سعر ال10 كيلو، يبقى تكلفة العلف لوحدها 1035 جنيه. كمان معاهم 300 جنيه بنفس الحسبة بتاعت المرة اللي فاتت. برضو الكتكوت 10 جنيه كهرباء، 10 جنيه فرشة، 10 جنيه علاج أو أعشاب، يبقى 30 جنيه لكل كتكوت. في 10 كتاكيت يعني 300 جنيه، يبقى معانا 300 جنيه كمان اهو التكاليف اللي جنب التربية. يبقى 200 جنيه كتاكيت، 1035 علف، 300 الحاجات الجانبية دي، يبقى معانا 1335. الساسو تبدأي تذبحيه من 50 يوم، 50 60 70 يوصل بقى معاكي ل2.5. في 50 يوم ممكن يبقى كيلو ونص، على 70 يوم 2 وربع، 2.5، بيبقى الوزن كده تمام. وبرده سعر الساسو في فرق كبير ما بينه وما بين السعر الابيض لما بيكبر. الساسو لو الابيض ب80 الساسو بيوصل 100، لو ده ب90 110 120، فالساسو بيبقى اغلى لان طبعا بياكل كيلو فرق، وكمان مدته اطول من الابيض، فالساسو بيبقى اغلى وقت البيع تمام. ده بالنسبه للناس اللي عايزه تربي فراخ ساسو. برضو هتاكلي كيلو علف بادي تمام، كيلو علف بادي، وبقيه الكميه نامي. يعني انت معاكي 45 كيلو علف، ال10 هياكلوهم طول الدوره، يبقى معانا 10 كيلو علف بادي و35 كيلو علف نامي. هتشتغلي كده اول 21 يوم هتاكلي علف بادي تمام. على 21 يوم هيكون الفرخ جاب نص كيلو، على 21 يوم بيجيب نص كيلو، فهتاكلي علف نامي بادي لحد ما يبقى نص كيلو، بعد كده غيري من بادي لنامي للاخر. النهي ده برضو اشطبي عليه، ملناش دعوه بيه، سمومه عاليه وبيضر الفراخ، فده اللي انت هتستعمليه تمام. خلصنا الفراخ الساسو، ندخل بقى على البط. البط بقى اذا كان مولر، اذا كان مسكوفي، اذا كان ابيض، فانت هيختلف معاكي في سعر البطه، بس التربيه واحد، فانا اختلافي هنا هيبقى في سعر البطه. انا هحسب على المولر عشان انا لسه شاريه مولر، فهنحسب تكاليف 10 بطات مولر. البطه كنت جايباها بكام عمر يوم؟ ب50 جنيه. طبعا لو جبتي مسكوفي هيفرق معاكي في السعر، ممكن تبقى ب60 65، المسكوفي بيبقى غالي حاجه بسيطه. اما لو جبتي بلدي فبيبقى ارخص شويه، يعني ممكن يبقى مثلا البطه ب25 ب30 بالكتير قوي عمر يوم، فبرضه بتختلف في مده دورته. هنحسب على المولر اللي احنا لسه شارينه، البطه كانت ب50 جنيه عمر يوم تمام. لو 10 بطات مولر في سعر 50 جنيه البطه الواحده، يبقى 10 في 50 ب500 جنيه. طيب البطه الواحده بتاكل قد ايه علف؟ بتاكل معاكي من 9 كيلو لحد 12 كيلو علف. طب احنا هنحسب على 9 ليه؟ عشان احنا ممكن بعد ال9 كيلو نبدأ نخلط، يعني تاكل 9 كيلو تبقى وصلت مثلا شهرين وشوية تمام، شهرين ونص كده، يعني في الرينج ده. طيب بعد كده نخلط بقى، ممكن تحطي بواقي بيت، ممكن تحطي شوية علف صغيرين مع عيش ودشيش وسن فول وكزب، خلطة كده ما بتبقاش غالية قوي وبتسمن معاكي بسرعة تمام، فهيوفر معاكي شوية. يبقى هنحسب على 9 كيلو مش على 12. والله بقى عايزة تأكلي علف صافي من أول يوم لآخر يوم، احسبي على 12 كيلو. وبرضو فرق السعر في العلف أو في الكتاكيت بيختلف من مكان لمكان. فلو قلنا التسعة 9 كيلو لكل بطة في 10 بطات، يعني 90 كيلو علف تمام. في كام بقى؟ في 23 سعر كيلو العلف، يبقى كده ال10 بطات هياكلوا ب2070 صح؟ احسبوا ورايا عشان بصوا انا في الحساب ما عنديش يوم مرحمين. يبقى كده العلف بس هيكلفنا 2070 جنيه تمام. هنقول 2100، ومعانا 10 بطات ب500 جنيه، يبقى 2570، هنقول 2600. ده سعر تكاليف ال10 بطات من اول يوم لاخر يوم. فانت برضو لو حسبتيها بتجيبي البطة لوحدها ممكن توصل ل500 جنيه، 500 في 10 ب5000. شفتي بقى الفرق؟ من 2000 وكام، 2100 ل5000. صح ولا انا حاسبه غلط ولا ايه؟ هي الحسبه صح، هي ال50 في 10 بال5000، بس انا اللي مستكتره المبلغ قوي. ده احنا حتى لو قلنا ان البطه ب250 جنيه رغم ان دي صعبه يعني،
فهتبقى ب2000 ونص، 2500، وانتي كلفتيهم 2100. ما علينا، هو المهم برضو مش هنحسبها حسبة فلوس، لان زي ما قلنا مفيش احسن من تربية ايدك، ومفيش احسن من الحاجة اللي انتي مطمنة من ناحيتها وعارفة ان هي لا متهرمنة ولا واخدة محفزات نمو ولا اي حاجة. فايا كان حتى لو هيها مفيش احسن من تربية ايدك. دي الحسبة ل3 انواع طيور للناس اللي هتربي، واستنونا ان شاء الله الفترة اللي جاية هنربي ابيض مع بعض، وهنقول لكم كل حاجة بالتفصيل. لحد كده فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد على خير. سلام.